السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير وصحة دايما يا رب. وصفتنا النهاردة غدا سهل وبسيط، الراعي الرسمي لخروجاتنا برا. هعمل ان شاء الله سندوتشات الشاورما بتتبيلة حلوة قوي، وطريقتها سهلة وطعمها احلى من الجاهز بكتير. بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي. محتاجة دعمكم كتير علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الشاورما بتاعتنا هنعملها ازاي. اول حاجة معايا كيلو من صدور الفراخ، مقطعاها شرايح رفيعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ومغسولة كويس جدا. وللتتبيلة هحتاج علبة زبادي صغيرة، نص كوباية زيت، نص كوباية عصير برتقال، عصير ليمونة، معلقة كبيرة توم مفروم، معلقتين كبار من الخل، دبس الرمان، كاتشب، صويا صوص، معلقة صغيرة من التوم البودر، بصل بودر، 7 بهارات، ملح، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، الكزبرة الناشفة، حبهان مطحون، جنزبيل، سماق، كاري، قرفة، كمون، شطة، فلفل أسمر، ومكعب مرقة. هتلاقوا مكونات التتبيلة كتيرة شوية، بس صدقوني بتفرق قوي في طعم الشاورما. هخلط كل مكونات التتبيلة مع بعض كويس، الزبادي وعصير البرتقال والزيت والخل ودبس الرمان والصويا صوص والكاتشب وعصير الليمون والثوم المفروم وكل البهارات. وهضيف شرايح الفراخ وهقلبها مع التتبيلة كويس. وسيبيها في التتبيلة على الأقل لمدة ساعتين لو انتي مستعجلة. أنا هسيبها لمدة ليلة كاملة في التتبيلة. كل ما سبتيها وقت أطول كل ما بقى طعمها أحلى وأجمل. دي الشاورما بعد ما سبتها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة. في طاسة سخنة على النار فيها 3 معالق كبار زيت، وهنزل بالشاورما والتتبيلة وهقلب فيها كده. هي هتستوي على طول في السائل بتاع التتبيلة والمية اللي هتنزل منها. هضيف لها مكعب مرقة، هيفرق في الطعم وهيدي للشاورما نفس الطعم اللي بنشتريه من بره. هقلب فيها كده لحد لما تشرب ميتها خالص. تعالوا نعمل بقى الصوص الحلو اللي هنقدمه مع سندوتشات الشاورما. معايا هنا ربع كوباية طحينة، هضيف عليهم 3 معالق كبار مايونيز، معلقة صغيرة خل،
وعصير نص ليمونة وفصين توم مفرومين مع رشة ملح وفلفل أسمر، وهقلبهم مع بعض. الصوص بيبقى كريمي بالشكل ده. ودي الشاورما بعد ما استوت. هعمل سلطة بصل بالطماطم. دي حلقات بصل عليها حلقات طماطم منزوعة البذر، ورشة صغيرة بقدونس مفروم وسماق، ورشة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر. معايا هنا لزوم السندوتشات، بطاطس محمرة، السلطة والصوص اللي عملناه، وخيار مخلل. هعمل بقى السندوتشات في عيش تورتيلا او عيش سوري لو متوفر عندك. هفرد كده طبقة خفيفة من الصوص، وهضيف الشاورما والبطاطس والخيار المخلل والسلطة، وهتني الطرفين لجوه، وهلف السندوتش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. في طاسة مدهونة بالزيت او جريل هحمر السندوتشات، والقفلة بتاعت السندوتش تكون الاول من تحت، وهقلب فيه كده لحد لما ياخد لون من جميع الاتجاهات. احلى شوية سندوتشات شاورما هتعجبكم ان شاء الله. شايفين شكل السندوتشات؟ شكلها يفتح النفس على الاكل. جربوها واعملوها في البيت، انضف واحلى من بره بكتير. كده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.